السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده كيكه، بس مش اي كيكه، هنعمل كيك البرتقال واليوسفي. هنعملها كده بمزيج بين البرتقال وبين اليوسفي، حاجه كده تحفه ما شاء الله. هقولك بقى على كل اسرار الكيكه عشان تطلع مظبوطه معاكي. ما ينفعش طبعا نعدي موسم البرتقال من غير ما نعمل كيك البرتقال الخطير ده. طعمه تحفه، ريحته حلوه قوي. هقولك على كل الاسرار اللي تخليه ناجح معاكي من اول تجربه. هش جدا. هقولك اسرار التسويه المظبوطه عشان تاخدي اللون الموحد وتاخدي الارتفاع بتاع الكيكه المظبوطه، وتطلع معاكي ناجحه جدا من اول تجربه بامر الله. طبعا الكيكه من احلى والذ الحاجات اللي تقدري تعمليها في الشتاء بكل سهوله. يعني حاجه سريعه وسهله كده، هتقومي تعمليها في دقايق، مش بتاخد وقت، بتطلع ناجحه بامر الله من اول تجربه، وهشه جدا وما فيهاش اي فراغات، والطعم بقى تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها بطريقتي، واتمنى ان انتوا تكملوا معايا كده الفيديو للاخر علشان ما يفوتكوش التفاصيل الصغيره اللي هتكلم عليها، عشان نطلع انجح والذ كيكه بامر الله. يلا كده نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه كده انا عندي حبايتين من البرتقال وحبايتين من اليوسفي. تمام. غسلتهم كويس جدا بقى، والبرتقال كده هنشيل القشر بتاعه. وانا كده هستخدم البرتقال، هنشيل القشر بتاعه، وهنشيل كده الاجزاء البيضة اللي بتبقى في البرتقال عشان ما يمررش معانا الكيكه. تمام. والموضوع سهل جدا وما بياخدش وقت خالص في العمايل. عندك كده حبايتين برتقال حبايتين يوسفي، هتقومي تعمليها بكل سهوله. وهنستخدم كده اليوسفي هستخدم واحده بقشرها، واحده كده هنقشرها. اهم حاجه بقى في اليوسفي ان انتي هتشيلي كده البذر بتاعه علشان ما يديش مراره معاكي في الكيكه. تمام. وبيبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. وعندك بقى هنعمله باسرع وابسط طريقه، هنعمله في شفشق الخلاط. تمام. هنجيب كده الخلاط، وهنحط بقى البرتقال والسفندي من غير ما نحط له اي سوائل، مش هنضيف له اي ميه. وهنفرمه بقى ناعم، انا عايزاه ناعم جدا. اول ما تحسي بقى كده ان هو ناعم معاكي وما فيهوش اي كده قطع من البرتقال او السفندي، هناخده بقى كده وهنصفيه في مصفى. شايفين بقى اللون الحلو ده من قشر السفندي؟ يعني سفندية واحدة استخدمناها بقشرها، خدنا اللون الحلو ده، وبيبقى لونه تحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وده سر بقى لون الكيكه الخطير. وهناخد بقى من الخليط ده هناخد كوبايه. تمام. وعندي بقى هنا 4 حبات من البيض، هننزل بيهم كده في الخلاط. اهم حاجه بقى في الكيكه عشان تطلع مظبوطه معاكي، كل مقادير الكيكه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش نطلعها من التلاجة ونشتغل بيها. وهننزل عليهم بقى بكوبايه العصير برتقان واليوسفي. وهنستخدم عليهم كوبايتين الا ربع من السكر، ويفضل طبعا السكر يكون لونه فاتح عشان الكيكه ما تغمقش منك. ونستخدم كمان الزيت يكون نوعه كويس علشان تاخدي احلى طعم للكيكه. وهنستخدم عليهم كوبايه من الزيت، وباكت كده من فانيليا البرتقال بتعزز الطعم جدا وبتديله كمان لون حلو قوي. وهنخلط بقى المكونات كويس جدا كده في الخلاط. عايزه السكر ينعم تماما. وفي بوله بقى كده او الطبق اللي هتشتغلي فيه، وهتنزلي كده بالمواد السائله. وعندي بقى هنا المواد الجافه، يلا نحضرها كده مع بعض. عندي مصفى بقى، وهننزل ب3 كوبايات الا ربع من الدقيق، عليهم باكت من البيكنج باودر اللي هو الكيس اللي هو 16 جرام. وده سر الكيكه بتاعتنا بقى اللي تخليها ناعمه جدا معاكي. انا هنا استخدمت معلقتين مليانين كده من بودره الكاسترد. مش متوفره عندك تقدري تستخدمي النشا. ورشه ملح صغيره كده عشان تظبط الطعم. وتنخلي بقى المواد الجافه كويس جدا. واهم حاجه بقى في نخل المواد الجافه، بتدي كده للكيكه هشاشه. ولو في اي تكتلات بقى في الدقيق كده بنتخلص منها. وعلى السوائل، وهتنزلي بنص كمية المواد الجافة. وهتقلبي بقى تقليب عادي، احنا مش بنعمل كيكة مش كيكة اسفنجي يعني. عادي مش هيفرق معاكي التقليب خالص. يعني ما تخافيش تخرجي الهواء منها او حاجة، كيكة عادية بنتعامل معاها يعني بكل بساطة. وهننزل ببقية كمية الدقيق، وتخلطي بقى المكونات كويس جدا. وده هو القوام المظبوط بقى بتاع الكيكة. ما ينفعش الكيكة تكون خفيفة معاكي. الكيكة لو سايلة شوية هتفور منك في الفرن وهتهبط منك. اول ما بتفتحي الفرن هتحسيها ويدخل الهواء في الفرن هتهبط منك. فلازم يكون قوام الكيكه، يعني قوام المواد الجافه يكون مظبوط في الكيكه. لو حسيتيها تقيله شويه هتضيفي معلقتين من عصير البرتقال. لو حسيتيها خفيفه هتضيفي معلقتين من الدقيق. طبعا ما نغيرش مش نغير المقادير. يعني لما تضيفي كده معلقتين مش هيفرقوا معاكي. تمام. سواء من السوائل او سواء من المواد الجافه.
والصينيه بقى هنا انا بطنتها كويس جدا بالزيت وعليها رشه من الدقيق، وتنفضيها بقى يعني تشيلي كده الدقيق الزايد. والكيكه بقى يلا اقول لكم على اسرار التسويه المظبوطه للكيكه. الكيكه لازم تدخل في فرن سخن، يعني اول ما تبداي كده تعملي خليط الكيكه شغلي الفرن، وبنحطها طبعا على الرف اللي في النص، ومش بنشغل الشوايه، بنشغل الفرن من تحت بس. وطبعا مش بنفتح الفرن، لازم يعدي كده نص ساعه عليها وبعدين تفتحي على الفرن. لو فتحتي الفرن اي هوا بيدخل للكيكه الكيكه بتهبط. تمام. وبنسيبها بعد التسويه بتاخد حوالي ساعه الا ربع في الفرن. بتختبريها بقى بالخله بتاعتك، اول ما بتلاقي الخله طلعت نظيفه كده يبقى الكيكه بتاعتك استوت وتمام. وطبعا ما نعرضش الكيكه للهواء مره واحده، يعني تفتحي عليها باب الفرن وتسيبيها ما تبرد تماما علشان ما تاخدش صدمه وبتكون شكلها كده قمر. اتمنى تجربوها واستنوني في فيديوهات تانية.